سؤال من أم ولد عنده 17 سنة، بتقول ابني عنيد وعايز يفضل في الشارع 24 ساعة ومش عايز يتحمل أي مسؤولية، ووالده لسه متوفي وهو تعبني جدا وكل سلوكياته خاطئة، أعمل إيه؟ أولا يا فندم، البقاء لله في زوج حضرتك، ربنا يرحمه يا رب ويرزقه الفردوس الأعلى ويقويكوا ويصبركوا على الفراق. ثانيا بعد إذنك لو سمحتي سيبك دلوقتي من السلوكيات الخطأ اللي ابنك بيعملها، وحاولي تهوني عليه وتسهلي عليه الفترة اللي هو بيعدي بيها دي. ابن حضرتك ممكن يكون عنده صدمة من وفاة أبوه، ممكن تكون أثرت عليه نفسيا وعملت له حاجة اسمها اضطراب كرب ما بعد الصدمة أو اضطراب ما بعد الصدمة. الصدمات الكبيرة اللي بتحصل في حياة الواحد اللي منها أو يمكن من أكثرها قوة وفاة حد قريب، وده أبوه، مفيش حد أقرب له من كده، أقرب واحد ليه وبيشوفه كل يوم. بعض الناس لما بتحصل معاهم الصدمات دي بيتهزوا نفسيا جدا بطرق مختلفة، في منهم اللي بيسيء التصرف، وفي منهم اللي بيجيله اكتئاب، وفي منهم اللي بيجيله نوبات هلع وأعراض تانية كتير المتخصصين هم اللي يقدروا يشخصوها. فوارد جدا ان ابن حضرتك يكون حصل له كده بعد وفاة أبوه، سنده في الحياة بعد ربنا سبحانه وتعالى. فلو حسيتي ان ابنك متغير وبيتصرف على غير عادته، لو سمحتي خديه وروحوا لطبيب أو معالج نفسي يساعده في التشخيص والعلاج بإذن الله، هيحاول يساعده يتخطى الصدمة ويرجع لحياته الطبيعية قدر المستطاع. وخلي الولد ياخد وقته، ما تضغطيش عليه وما تستعجليش عليه. رد فعلنا على الصدمات بيختلف من واحد للتاني، فمش معنى ان حضرتك مثلا تخطيتي الصدمة دي اننا نتهم الولد انك ليه تصرفاتك عاملة كده. ردود افعالنا الانسانية مختلفة جدا، فلو سمحتي ما تفكريش دلوقتي في سلوكه الخاطئ، فكري ازاي في اسرع وقت تساعديه يتعالج عشان يتخطى الفترة دي بأقل الخسائر. وربنا يحفظ كل ولادنا من كل شر يا رب. سلام عليكم.